لو جربتوا طريقة تعمل الجبنة دي مش هتبطلوا تعملوه. يلا نبدأ الطريقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنحضر معاكم طريقة جبنة القريش. معانا ربع كيلو جبنة ننزل بيها في الكبة أو أي كمية اللي انت عايزاها. هنضيف عليها علبة زبادي هيخلي طعمها خطير، وبعد كده ننزل بالزبادي على الجبنة وهتاكلي أحلى جبنة طعمها كريمي. تابعوا معايا الفيديو للآخر عشان الطريقة دي هتكون أحلى طريقة لعمل الجبنة القريش. نضربها في الكب بالشكل ده. ننزل الجوانب. لو ما عندكيش كبة تقدري تهرسهم بالشوكة. الطريقة دي مفيدة جدا وصحية للأطفال والكبار. ننزل برشة كمون اختياري، وبعد ما تضرب بالشكل ده يكون قوامها كريمي، وانا بحب اوي الطريقة دي وبعدكم لو جربت الطريقة دي هتعجبك. تقدري تحفظيها في علبة التلاجة والبرطمان. نضيف عليها شوية زيت زيتون أو زيت عادي ونحفظها في التلاجة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس.